اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بهم فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وابت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعد أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعد عملته في فلكك
ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعد اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعد كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعد أولدته من غيره وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيدا من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبثه إلى الثقلين من عبادك وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروح وهففته بجبريل وميكائيل والمسومين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينا على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن ببعته مببى صدق من أهلك وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم إليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي بن أبي طالب صلواتك عليه وآله هاديا إذ كان أبا المنذر
ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا ولي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وهل له مهل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علما وحكمة فقال أنا مدينة وعلي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك وسلمك سلمي وحربك والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على العود خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز رداتي علي جانب مشيئتك على منابر من نور مبيضة وجوه حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلاغ في منقبة من مناقبهم يهدو أذوى الرسول صلى الله عليه وآله عليهم وآلهم ويقاتل على التأويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه سراديد الغرب وقتل أبطالهم ونامش ذوبانهم فأودى قلوبهم أهقادا بدريا وخيبرية وهنينية وغيرهن فذبت على عداوتهم وكبت على منابذتهم حتى قتل الناكثين والغاستين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقتل مجتمعة على قتيلة رحمه غير صاحب الدين إلا القليل ممن وفى لراية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي فقتل وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأتائب من آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويهج أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الزالة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤد لقتل دابر الظلمات أين المنتظر لإقامة الأمت والإباج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين آدم وأبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين آسد فروع الغي والشقاق أين تامس آثار الزيغ والأهواء أين تامس آثار الزيغ والأهواء
أين قاطع أبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذلون أين معز أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب أين الطالب بدم المقتول أين الطالب بدم المقتول بكربلاء السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء السلام على ابن فاطمة الزهراء السلام على ساكن كربلاء السلام على غريب الغرباء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المذتر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى فأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهمام يا ابن السادة المقربين يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المؤدبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المتنهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القموقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيرة يا ابن الشوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاغرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام النائمة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبع العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات
يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن تاب المحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ذنوبا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استغلت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرد أو غيرها أبدي توام عزيز علي نار الخلق ولا ترى ولا أسمع لك أسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تريت بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازه ما نزوى النار بنفسي أنت ومنية شاق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فأنا بنفسي أنت من عقيد الزن لا يصاب بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلادنا من لا تضاع يا ابن الحسن بنفسي أنت من نسيف شرف لا يصاب إلى متى فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك بأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك بوناغا عزيز علي أن أجاب دونك بوناغا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل ماء العبيل والبكاء هل من جزور فأصاعد جزاء إذا خلا هل غذيت عين فساعدت عيني على القضاء هل إليك يا ابن حمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغدي فنرضى متى نرد ملائك الرمية فنروى متى ننتفع من الظمائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابك فنقر عيناك متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر تراب أترانا نوف بك وأنت توم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداك بالا وعقابا وبرت الوطاة وجادت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياثا فاغث يا غياثا فاغث يا غياث المستغيثين وبيدك المبتلى برئي سيده يا شديد القباب وزلانوا بالأساب الجباب
وبرد غليله يا من على العرش السباب ومن إليه الرجاء والمنتهى اللهم بنحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما وماذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب كراما وجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جمالك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آباء البرر وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وسلم عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها اللهم وأقم به الحق وأدل به الباطل وأدل به أوليائك وأذلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم وجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا إلى تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك مسنا من عود جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا دم بعده يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحشرنا معهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبدماء الشهداء